يا صباح الورد ويا صباح السعادة ويا صباح القلوب. اطلعي يا قلوب، اطلعي يا قلوب. استنى. لا لا، مالي خلق. يا حاجة اطلعي. طلعت روحك. اتحريت. المهم، كل اللي يدخل الفيديو ما ينساش يعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة. وهنتكلم دايركت، وهيكون الفيديو مختصر. طاقة الهارب التاني يا جماعة ممكن يكون الفترة دي مش موجود، مسافر. على فكرة الشخص ده ما بيحبش ينتقل من مكانه، يعني احنا دايما بنقول ايه، هو شخص صامت. تمام، طيب. وغير ان هو صامت، هو اصلا ما بيحبش يقعد يتنقل كتير. لا، وخصوصا المكان اللي هو قاعد حاسس ان هو عارف يراقبك فيه. دي حقيقة يعني. فممكن يكون الفترة دي مسافر. ممكن يحسسك الفترة دي بإحساس غريب جدا، أو يبعت لك طاقة فيها هدوء غير طبيعي. يعني ايه يبعت لك طاقة فيها هدوء غير طبيعي؟ الشخص ده شايف ان هو لو تخاطر معاك بان يعني مثلا كأنكم بتعملوا تأمل مع بعض. تمام، مثلا يعني كأنه بياخدك جولة كده. هو مش بيتكلم معاك عن طريق في التخاطر، هو بيتكلم معاك، ولكن دلوقتي هو بيقول لا، انا مش هتكلم معاك. انا ممكن اخده في جولة كده عن طريق التخاطر. انا ممكن اعمل مش عارف ايه، وهكذا. ده غير ان الهارب حقيقي. انت هتحس بحاجة. هو يعني هو عايز يقولها لك، او بيتخاطر معاك بيها. الشخص ده هيجيلك في الحلم يقولك نفس الشيء اللي انت حسيته واللي تخاطر معاك بيه، واللي انت شفت اشارات عنه. هيجيلك يقولك هيجيلك يقولك انا اسف. الشخص ده هيجي يقولك انا اسف في الحلم. هيقولك انا اسف. هيقولك ان ده لبعضا منكم. طيب، لو ما كانش حلم، لا انت هتحسي بيه، بالتخاطر. آه غير ان هو بيفكر اصلا اوريدي في ده. عارف بيقولك ايه؟ بيقولك انا قعدت افتكرت في الفترة اللي انت بعيد فيها، الوقت اللي انا فعلا كان كنت ضعيف فيه، او مش ضعيف. مم. الوقت اللي انت اظهرت فيه حنيتك بعفوية. بيقولك انا بفتكر كل لحظة انت كنت حنين عليا فيها، وكل لحظة كنت متمسك بيا فيها. العكس صحيح. انا فعلا اللحظات دي ما بتروحش من تفكيري، ما بتروحش من بالي، على طول انا بفكر في حنيتك. ازاي كنت حنين عليا، ازاي انا. لكن انا عايزه افهمك على حاجه، انا عمري ما فرطت فيك. انا ممكن اكون اسأت معاملتك، لكن انا عمري ما فرطت فيك. عمري ما تخيلت ان انا ممكن انا وانت يكون في فراق ابدي بيني وبينك. ممكن اكون كنت عايز اخد وقت لنفسي، ولكن انا عمري ما فكرت ان يكون في انفصال. وعلى فكرة الموضوع ده كان بيضايقني ليه؟ لان فكرة ان احس ان الشخص ده ما ينفعش انفصل عنه خالص، دي فكرة تقلقني وتتعبني. فبالتالي انا عمري ما فكرت ان يكون في فراق ابدي بيني وبينك. وانا بعترف ان انا اخطأت في حقك، اخطأت في الحكم عليك، اخطأت في حاجات كتير. لكن انا متأكد ان الوقت هيثبت لك قد ايه انا بحبك، قد ايه انا عايزك، قد ايه انا اكتر شخص المفروض تآمن على نفسك معايا. انا الشخص الوحيد اللي فاهمك، وعارف انت بتفكر في ايه، بتتضايق امتى، بتبقى مبسوط امتى، بتبقى سعيد امتى. طبعا
عارفين انتوا هتقولوا ايه؟ يا سلام، يعني معنى كده انه لما كان بيضايقني كان بيبقى قاصد؟ على فكرة ما نقدرش ننكر ده، فعلا الهارب كان بيتعمد يضايقك لانه كان شايفك غلط. وده اللي هو بيقوله، بيقول لك انا كنت بس حاجة واحدة اللي كانت مخلياني اتعامل معاك بطريقة مختلفة، ان انا كنت شايف شيء خاطئ، ما كنتش قادر احدد ايه الصح وايه الغلط. اعتبرني ابنك وغلطت، اعتبرني بنتك وغلطت، اعتبرني ستك وغلطت. ست قطاطة ممكن يعني، نصيحة يعني لو كده احنا او ممكن نعتبرك ست قطاطة، مفيش مشكلة. اي حاجة تانية لا، حتى يعني نقعد نضحك كده يعني واحنا بنتخيلك كده نفس الشخصية. ف... فالشخص ده بجد آه، متألم جدا، ولكن انت هتحس ان في، كأن في شخص بيدعمك من عالم آخر، كأن في شخص بيدعمك بطريقة خفية. ولكن واضح ان هيكون في الفترة اللي جاية هتلاقي الشخص ده بيظهر لك في كل حتة. على فكرة الشخص ده بيبحث عليك الفترة دي، بيدور عليك، حاسس ان انت مختفي، حاسس ان انت مش موجود. وبتخليه يفكر في حاجات كتير، ولكن افكاره القديمة المسممة اللي خربت العلاقة ما بينك وما بينه دلوقتي بيستبعد اي فكرة سامة ممكن تجيله، علشان بيقول لنفسه لا انا مش هتوهم زي الاول، انا ما صدقت ان انا فوق، ما صدقت ان انا اشوفه على حقيقته، ما صدقت. وكمان بعد ايه؟ بعد ما انا مش عارف هل هقدر استعيده تاني ولا لا. ولكن هو عنده امل قوي انه يقدر يستعيدك تاني، وبيقول لك حضر نفسك، علشان بجد انا متأكد انك هتصدقني، هتصدق ان انا ما بمثلش عليك، هتصدق ان انا ما بكدبش عليك، هتصدق ان انا فعلا كنت مجبر في الوقت اللي عملتك فيه اسوأ معاملة، انا كنت مجبر بده. ومتأكد ان انت هتصدق، ومتأكد ان ربنا هيقف جنبي وانت هتصدق، لان انا ما عنديش اي امل تاني غير انك تصدق. وشايف الحياة والدنيا دي كلها انا مش عايز اي حاجة منها، انا عايزك تكون جنبي بس. انا لو انا وانت هنقعد في اوضة كده لوحدينا، انا لا انا هخرج ولا انت هتخرج، انا كده هبقى مبسوط. لو هناكل عيش وملح مع بعض انا هبقى مبسوط، لان الشخص ده جرب الحياة المادية، جرب الحياة كل شيء من غيرك ملهوش طعم. ولكن لو مفيش اي شيء من الحاجات دي وانت بس اللي موجود، كل حاجة ليها طعم وليها حياة. فممكن يكون في ارتباط على فكرة لبعض منكم، عشان محدش يقول لي مالك انا مش هرجع له. انا بقول لبعض منكم. ممكن يكون في ارتباط رسمي في خلال ممكن نقول اخر رمضان مثلا، للبعض مش للجميع. ودي كانت طاقة الهارب التاني معانا النهاردة. اختصرنا الفيديوهات كلها صح، بس نزلناها. اللي وصل لحد الدقيقة دي ما عملش لايك اعمل لايك، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة. وهندخل هندخل ايه، خلاص هنسجل بقى برضو طاقة الطرف الثالث، وهننزلها على بره الدنيا. بعشقكم، سلام.